صباح الفل. النهارده في ماتش منتخب كاب فيردي، نقدروا نعدوا ازاي الماتش هيبقى يعدي بسلاسه. اصل انت النهارده لو ما عرفتش تكسب كاب فيردي يبقى خلاص بقى كده ابراهيم فايق يروح تلاقي بطاطا. الماتش النهارده هيبقى صعب مش سهل، بس الماتش دوت هيحدد حاجات كتير قوي في الجيل ده. هيحدد فعلا ان الجيل ده فعلا يستحق يشيل اسم منتخب مصر ويستحق ان هو يمشي مع المسؤوليه ولا لا. اتمنى النهارده ان نكون نفوق ونعملوا اداء كويس واداء مشرف فعلا ويليق باسم منتخب مصر، وان شاء الله يعني يبين لناس كتير ان هم غلط وان المنتخب ده فعلا منتخب رجاله، وهنقدر ان شاء الله ان احنا نوصل دور 16 مش بس وكده، وقادرين باذن الله نوصل للنهائي. المنتخب في اخر فتره اداؤه ما كانش مقنع، وفي اخر ماتشين كمان بالذات، بس ان شاء الله فعلا يبقى في فوقه، نبدا جيل جديد بروح جديده. ان شاء الله النهارده هيبقى في ماتش هنقدم ماتش كويس. بس حبيت بس اطلع اتكلم النهارده قبل الماتش ونركز على كام تفصيله، اللي هي التشكيله اللي هنبدا بيها. مين مكان صلاح؟ انا صح، مين هيلعب النهارده مكان صلاح، او مين يستحق النهارده يلعب مكان صلاح؟ وجهه نظري متواضعه، يعني انا شايف ان مصطفى فتحي النهارده ما يبداش. مصطفى فتحي ما عندوش خبرات افريقيه كبيره. هو فعلا لعيب عمل ماتش كويس الماتش اللي فات، عمل ماتش كويس جدا كمان. يبدا الماتش النهارده باذن الله يعني زيزو. مصطفى فتحي هينزل الشوط الثاني، هيقدم اداء كويس، يفتح مساحات كتير. مصطفى فتحي الشوط الثاني نازل طاقته كامله وبيقدر ان هو يفتح مساحات كتير. وبالنسبه بقى لخط النص النهارده لازم النني ما يلعبش يا جماعه. يعني احنا المفروض نخطفوا النني دوت ويطلبوا فدية من ارتيتا ويلعب مكانه مروان عطيه. مروان عطيه ده قدم مباراه كويسه جدا الماتش اللي فات، وباذن الله باذن الله باذن الله باذن الله نحققوا فعلا الانتصار النهارده ونوصلوا لدور 16، ناخدوا 3 بونت، وبعد كده نشوفوا اخطائنا ومين مشى ومين ما جاش. ورب اللعيبه بس ما نحطش في دماغها اللي مشى واللي قعد. والنهارده لازم نركزوا في الماتش اكتر. هو بيقول لك النهارده احنا ماتش حياه وموت، ما فيش في الكوره حياه وموت، هو تعبير مجازي بس. وانا احمد سماره كنت معاكم وحبيت النهارده اطلع اتكلم قبل الماتش، وان شاء الله لينا فلوج تاني بعد الماتش. سلام.